السلام عليكم. بسبب التنمر بنت في إعدادي قتلت صاحبتها اللي كانت بتذاكر معاها، وأهلها لفوها في سجادة علشان يتخلصوا من الجثة ويبعدوا التهمة عن بنتهم. دي مش بس أحداث الحلقة 17 من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بعنوان مشكلة عائلية، دي قصة حقيقية حصلت في حي الأميرية في القاهرة في سنة 2012. وبعد عرض المسلسل الحلقة قلبت السوشيال ميديا، وبدأت الناس تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي. تعال احكي لكم القصة الحقيقية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم حكاية براند. هنبدأ بقصة المسلسل اللي كان فيها دياب ضيف شرف. فهو كان بيساعد ناس عايزة تعزل، والناس دي هما رضينا الطالبة وأبوها وعمتها. ولكنه شاف حاجة غريبة، وهي سجادة عليها دم. في الأول افتكر إن الأب قتل الأم وحط جثتها في السجادة، ولكنه في الآخر عرف الكارثة اللي حصلت لما الطالبة رودينا اعترفت له بإن صاحبتها اللي مختفية وأهلها بيدوروا عليها كانت عندها بتذاكر معاها، ولكنها اتريقت عليها فراحت المطبخ جابت سكينة عشان تهوشها، ولكن السكينة جت فيها وماتت. وعرف إن اللي في السجادة هي صاحبتها، وإن الأب والعمة كانوا بيحاولوا يتخلصوا من الجثة عشان ينقذوا بنتهم من الجريمة اللي عملتها. نرجع بقى للقصة الحقيقية. في حي الأميرية في القاهرة في سنة 2012 بنت اسمها رضوى عندها 14 سنة اتصلت بصاحبتها نهى اللي هي في نفس سنها، وهما الاتنين في المرحلة الإعدادية. اتصلت بيها عشان تروح لها يذاكروا مع بعض، وفعلا راحت بيت خالة صاحبتها نهى بعد صلاة العصر، ولكنها ما رجعتش. وأمها بدأت تدور عليها، ولما ما لقيتهاش اتصلت بالبوليس تبلغ عن اختفاء بنتها، وإن آخر مكان راحته هو بيت خالة صاحبتها نهى علشان يذاكروا مع بعض. وبدأت التحقيقات، واللي اكتشفوه كان صدمة بكل المقاييس. فاللي حصل إن فعلا رضوى راحت تذاكر مع صاحبتها بعد صلاة العصر، وصاحبتها نهى قابلتها وعملت لهم شاي وقعدوا يذاكروا، ولكن نهى وهم بيذاكروا معرفتش تجاوب سؤال، فاتريقت عليها صاحبتها رضوى، وبدأت بينهم مشادة لأن نهى معجبهاش ازاي صاحبتها تتريق عليها، فشتمتها وضربتها. وطبعا رضوى مش هتسكت فخربشتها في وشها واتعورت في وشها من أثر الخربشة. هنا نهى اتضايقت واتعصبت وقالت لازم أعورها زي ما عورتني، فجريت على المطبخ وجابت سكينة صغيرة علشان تعور رضوى زي ما عورتها، وقالت إنها كانت بتهوشها بس، ولكنها طعنتها في رقبتها بالغلط. ولكن للأسف دي ما كانتش طعنة واحدة، دول كانوا 9 طعنات. وطبعا البنت ماتت في الحال، ده ضرب في الرقبة مش في الإيد ولا في الوش. المهم بقت تعيط وتصوت لأنها زي ما قالت في التحقيقات إنها ما كانش قصدها تقتلها، ولكن كانت عايزة تاخد حقها بإنها تعورها زي ما رضوى عورتها. وبعدها اتصلت بخالتها وأبوها وأخوها عشان ينقذوها، وقالت لهم إنها ما كانش قصدها تقتلها. وأول لما الأب بنته اتصلت بيه كلم ابنه وقال له يأجر عربية، وراحوا لشقة خالتها ولفوا الجثة في سجادة طبعا بمساعدة خالتها. وبعد كده الأب والأخ والخالة أخدوا جثة رضوى وحطوها في العربية وراحوا بيها على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ورموها عند الكيلو 74 ورجعوا بيتهم وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ناسوا إن ليها أهل عارفين إن بنتهم كانت عندهم، ولا إنهم هيبلغوا مثلا عن اختفائها، كل ده نسيوه. وفعلا بلغت البوليس أم رضوى عن اختفاء بنتها بعد ما راحت تذاكر عند صاحبتها نهى. ولما البوليس عمل التحريات وجمع المعلومات عرفوا إن آخر مكان كانت فيه رضوى هو فعلا بيت خالة نهى، وتعرف إن حصل بين رضوى ونهى مشادة كلامية اتطورت، وكانت نهايتها بقتل الطالبة، واتقبض على المتهمين الأربعة نهى والأب والأخ والخالة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وبإرشادهم لقوا فعلا جثة البنت والأداة المستخدمة في الحادث. وحكمت المحكمة على نهى بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة القتل العمد. في النهاية حابة أقول حاجتين. الأولى إن لازم نربي ولادنا على إن التنمر ده حاجة غلط جدا، لأنه بيأثر على نفسية الأطفال، وزي ما شفنا حصلت حالات انتحار كتير بسبب تنمر الأطفال على زمايلهم. ولازم نخليهم يفهموا كويس جدا معنى الآية الكريمة:
صدق الله العظيم. ونعرفهم إن ممكن الحد اللي إحنا بنتريق عليه ده يكون عند ربنا أحسن مننا بكتير. وده طبعا مش مبرر للقتل، ولا قصدي إن الطالبة اللي قتلت زميلتها ما غلطتش، لأ طبعا، ولكن هتكلم عنها دلوقتي. الحاجة التانية إن نعرف ولادنا إن السكينة مش لعبة، وما ينفعش نهوش بيها حد، وإننا ما ينفعش نستخدم أي حاجة ممكن تأذي حد بهدف إننا نخوف اللي قدامنا بيها. هستنى رأيكم في التعليقات. عرفوني إيه رأيكم في تصرف الأهل مع بنتهم بعد ما عرفوا إنها قتلت زميلتها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نقول القصة الحقيقية الحلقات تانية من المسلسل اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.